السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي وخواتاتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. ما تنساوش، انا عرفتكم عي كتنساو البصيمه. الله يحفظكم والهلا يخطيكم. وتبارك الله، راه شوي شوي ولات القناه شويه المشاهده شويه كتزاد بالفضل ديالكم والهلا يخطيكم. الموضوع اخوتي اللي بغيت نهضر فيه دابا على البنيه اللي اختفت من مدينه فاس، عندها 18 سنه. آه، اللي شدتها سميتها الكاميرا ديال الجيران ديالهم. جيرانهم، واحد الجار عندهم داير كاميرا ديال المراقبه، وشدتها الكاميرا هزا جوج السيكان، والبنت باقا صغيره وما عندهاش العقل. الله اعلم بها شنو ديك البنت واقع عليها. السن ديالها باقي صغير، ما يسمح لهاش اللي تكرفاس، غادا تشوف بزاف ديال سميتو في حياتها. والله ما كنقول ليها بنتي الله يرضي عليك، رجعي لداركم. الا كنتي مشيتي بالخاطر ديالك رجعي لداركم. ولا كانت هاد البنت شي حد هو اللي غر بيها وزعما كلا لها الدماغ ديالها، كنتمنى من الناس اللي يشوفوا اللي يشوفوا الفيديو والتصويره ديالها، يبلغوا العائله ديالها. راه الاب ديالها حط الرقم ديالو عند الصحافه، ويتصلوا به. والله يجازيكم بخير الناس اللي يتواصلوا وكيقولوا ليها حنا شفناها، حنا هنا، حنا شفناها هنا، حنا شفناها هنا. قدروا سميتها، قدروا المشكل اللي فيه هذا الراجل. وراه الانسان اللي مشات له بنته، راه مشى له العقل ديالو. والام ديالها مريضه مسكينه بهذا المرض ديال المرض السرطان. عاد تزيد تكمل مسكينه على صحتها. راه الله يكون في العون، الله يكون في العون. وراه عندنا الوليدات، واللي عنده الوليدات يلعبش بالعواطف ديال الاخرين. كنقول لك بنتي، الا كنتي كتشوفي الاب ديالك وكتشوفي هاد لا فيديو وكتشوفي فيديوهات ديال القنوات، الله يرضي عليك بنتي، رجعي للدار ديالكم. راه غادا تكرفصي وانتي الزنقه راها خايبه، وراها ما تقديش عليها. واش غنقول لك بنتي، الله يهديك. وإلا كان شي حد هو اللي عنده يد في هذا الموضوع هذا، راه كنقولوا ليه حشومه. وراه عندكم خوتكم، عندكم عائلتكم، عندكم، راه ما خاصكمش هاد البنيه هادي تلعبوا لها بالعقل ديالها. كنتمنى يا ربي في قريب العاجل ان شاء الله يلقاو العائله ديالها، البنيه ديالهم. وهي الا كانت كتفرج وكتشوف هاد الشيء اللي واقع، العائله ديالها راه غادا يهديها الله وغادا ترجع. ولكن حنا باقا كنقولوا الله اعلم، باقا ما عرفناش واش هذوك الحوايج كانت غادا بهم لشي حد او غادا مسخره. واش هذوك حوايجها هزاتهم ومشات بحالها. هنا كتبقى علامه استفهام. كنقولوا الله اعلم. المهم الكاميرا ديال الجار ديالهم شاده البنت، هز السيكان وخارجه. كيقولوا هاد البنت اخوتي العزاز مخطوبه من واحد من العائله ديالها، والاب ديالها كيصرح للصحافه تيقول لهم هاد البنت عندي، ماشي حنا اللي رغمنا عليها او بززنا عليها. هاد الولد اللي هو من العائله ديالو، هي اللي بغاتو، هي اللي اقتنعت به، هي اللي بغات تزوج به. زعما بالاراده ديالها، هما عائلتهم، باها ولا الام ديالها ما قبلوا ملي شافوا البنت ديالهم باغيه، وهي اللي قالت لهم بغيتو. ما قالوا ما كاين حتى شي مشكل، عائلتنا وراه يتهلا فيها وهذه وماشي مشكل. ما كما كان الحال غيكون من العائله راه غادي يتهلا فيها. حتى الولد اللي هو العريس اللي هو خاطبها من العائله حتى هو كيقلب، العائله كلها كتقلب. هاد البنت اختفت وما بقاتش كتبان. الصديقه ديالها صرحت في واحد منبر اعلامي، قالت لهم
الصديقه ديالي صاحبتها هذه اللي اختفت، قالت لك راه ما كتعرف حتى شي واحد وما كانش عندها تليفون، عاد دارت تليفون وعاد دخلت درت فيسبوك جديد. وزعما قري ماشي بزاف باش دارتو، عاد مؤخرا دارتو ماشي تا بزاف. وهاد البنت زعما ما عندهاش زعما شي ما عندهاش شي قناة في اليوتيوب، ما عندهاش تيك توك، ما عندهاش شي حاجة اللي هي المهم هي داعية الله دارت فيسبوك جديد. البنت باقا مراهقة وباقا عقلها طايش وباقا ما كتعرفش. كنتمنى من الله اللي شافها يبلغ العائلة ديالها ولا يجيبها حتى للدار عندهم ولا يبلغ اي حد. المهم الاب ديالها راه عطاهم الرقم ديالو وما يبقاوش الناس يلعبوا بالعواطف ديال الاب ديالها. راه ربي اللي عان بيه وراه حشومه هادشي اللي كيديروا هاد الناس الا شافوها فعلا وبصح. وخا لا بلغوا العائله ديالها وإلا كان عيد تشبهت ليهم او ما متاكدينش ما عندهم علاش يبقاو يلعبوا بهاد الناس هادو. راه ربي اللي عالم بيهم، راه لا مشى لولدو راه مشى له العقل ديالو. كنعتذر على هاد الصداع اللي في الزنقه، الدراري الصغار تيغوتوا. اش نقول لكم اخوتي، هاد الناس زعما والله العظيم هاد الاب والام بقاو فيا بزاف. البنيه ديالهم اللي خرجت وما عاودتش رجعات. الله يكون لهم في العون. كيفاش النعاس ديالهم ما كيجيهم نعاس. كيفكروا الليل والنهار وكيقلبوا. الحاله ديالهم زعما لا يعطيها لشي حد. وكنتمناو من الله ترجع لهم البنيه ديالهم. ولا كان شي حد عنده يد في هذا الاختفاء ديالها نتمناو من الله يحن قلبه ويرجع البنت للعائله ديالها. راه هادشي راه صعيب، وهادشي لا الا حصل الانسان فاد الا كان شي واحد هو اللي كان سبب في هادشي راه غادي يبان وغادي ياخذ الجزاء ديالو. راه ضروري غادي يتبع، حيت البنت راه مديكلارين بها العائله ديالها وراه السلطات كتقلب عليها. وهذا الشيء راه خطير. هذا الشيء الا كان شي حد عنده اليد في هذا الاختفاء ديال هذه البنت وزعما راه اللي دار هذا الشيء راه غادي يتعاقب على هذا الشيء. كانت البنت بالاراده ديالها راه هذا الشيء غادا تندم عليه وديك الساعه ما تنفعها ندامه. والزنقه خايبه وغادا تكرفص عليها وما تقدرش عليها وغادا تشوف شي حوايج خايبين وهي في هذا السن هذا العقل ديالها طايش. وربما الله اعلم لا عندها شي نقاش مع الدار ولا ما بقاتش باغا تجلس في دارهم. ما فهمناش. هاد البنت مخطوبه وشويه وتحت اختفات. ما هادشي كيحير بصراحه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعطف القلوب ديال هاد الناس اللي جالسه عندهم واللي عارفينها فين كاينه، يرجعوها للعائله ديالهم ويحنوا في هذيك الام والاب اللي هما يا محروقين على الكبده ديالهم. وش نقول لكم اخوتي، الدعوات ديالكم مع هاد الناس هادو ترجع لهم البنيه ديالهم. والله يحفظكم الله يخطيكم، والسلام عليكم.